أنواع المشاريع أنواع مختلفة، في منها التجاري، في منها الصناعي، وفي منها السكني، وفي منها الخدمي. الصناعي هنعمل مصنع أو حاجة أولى انتجاز، الخدمي ممكن نعمل مسجد، التجاري هنعمل فندق أو مول، السكني هنعمل كومباوند أو سكني فيلل أو عمارات سكنية، أو مشاريع إدارية زي أنت تعمل مثلا مجمع إداري للشركات. كل واحد من المشروع ده بيبقى ليه المواصفات بتاعته وليه السبيكس الخاصة بيه، وليه كمان أصين مدير المشروع اللي عنده الخبرة إن هو يشتغل في الشغل ده قبل كده. على سبيل المثال أنا أحد المشاريع اللي اشتغلنا فيها كان شركة كبيرة من الشركات الكبيرة في مصر جابت مدير مشروع من أحد الشركات الأجنبية اسمها شركة أتكنز من دبي، يشتغل مشاريع هاي رايز بليندنج لان هم كانوا لسه ما عندهمش النو هاو بتاع الموضوع ده. فعلى حسب المشروع بتاعك بتصين مدير مشروع عليه. ما ينفعش حد كل خبرته اشتغل في المشاريع السكنيه وتقول له تعالى امسك مشروع مثلا محطه كهرباء او امسك مشروع مصنع. كل حاجه منهم ليها السبيكس وليها المواصفات بتاعتها وليها الشخص اللي يقدر يديرها وليها المنتج النهائي اللي احنا بنخرج بيه في النهايه. من اول القرار ان هي الشركه حسب طبيعه المشروع هتجيب مدير المشروع الخاص بيها عشان ما تهلكش وقت ومجهود في الفاضي.